يا اخويا لما الفراخ واللحمة غليت قالك عشان خاطر العلف غلي، وصدقنا وخلصنا وسكتنا. طب دلوقتي يا اخويا السمك غلي ليه؟ طيب السمك يا اخويا ده اللي بيعوم في المية ده، طب ده بيعمل ايه يا اخويا في المية عشان يغلى ده؟ بتوكلوه علف في المية ولا بتعملوا له ايه يا اخوانا ده عشان غلي بقي 80 جنيه؟ المشط قد كده يا اخوانا الكيلو ب80 جنيه، السمك البلطي ب80 جنيه. السمك اول ما الناس جيت لك نروح نشتري سمك راحوا مغليينه. اه بس الراجل بتاع السمك قال لك اشمعنى انا يا اخويا؟ بتاع اللحمه غلى وبتاع الفراخ غلى، فلازم هو يغلي. يا اخويا تكونش بتطلع من البحر بتوديه حمام سباحه انت تخليه بلبط فيه شويه؟ انا ماليش دعوه بالسمك بتاع المزارع، انا بكلمك يا اخويا على السمك بتاع النيل يا اخويا اللي كنت بتصيده وبتطلعه في الطشت تبيعه للناس. طب يا اخويا الطشت غلى عليك، يمكن الطشت غلي واحنا مش عارفين. طب يا اخوانا دلوقتي ده الواحد هيتجنن يا اخوانا. كنتش يا اخويا بتوسوس السمكه تقول لها الدولار غلي؟ طب هي ما تعرفش يا اخويا بتقول لها ليه السمكه انت؟ ما هي قاعده وساكته السمكه في الميه يا اخويا بتطلع وبتتباع، لازم تعرفها ان الدولار غلي. كيلو السمك كان ب20 جنيه، يعدي 80 جنيه الكيلو. دي مصيبتي اللي احنا فيها دي. طب ناكل ايه طيب؟ لحمه وفراخ وقلنا غلي ومش هنجيبه، هنجيب سمك منين احنا؟ طبعا والنبي اللي يعرف معلومه يا اخوانا السمك غلي ليه يقول لنا، عشان الواحد خلاص جاب اخره والله.